ميتة دوت والناس مولعة فوقيه. ناس ميتة وناس مولعة فيهم محمد، ناس مولعة في التربة هي. ناس من فوقهم ناس ميتة تحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الموضوع بكل تفاصيله ده اللي هنعرفه مع بعض من خلال الفيديو ده. بس كالعادة وقبل ما نبدأ يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو واعمل متابعة لصفحتنا ده لو مش عامل، وصلوا على النبي. في الفيديو اللي فات طلعت واتكلمت عن مقابر الخصوص اللي للأسف أصبحت مقلب للقمامة لبعض السكان أو كل السكان اللي ساكنين حواليه، وقلت إن البعض منهم فاتح شبابيك في المخالف على المقابر أو مش في المخالف، المهم إنهم بيستغلوا الشبابيك دي وبيلموا القمامة اللي عندهم ويرموها على المقابر لتحت. حاجة صعبة جدا زي ما ظاهر في الفيديو اللي قدام حضراتكم، ومفيش أي حد يقبلها على نفسه. مفيش حد يقبل سواء جده أو أخوه أو أبوه أو أمه مقابر الناس اللي تعز عليه إنه يتعمل فيها كده، ومفيش حد يقبل إن أي مقابر يتعمل فيها كده. الميت له حرمة، ده رسولنا الكريم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في جنازة غير مسلم معدي هو والصحابة وقف احترام للجنازة، والميت له حرمة بغض النظر إن المقابر دي جديدة أو قديمة، محدش له دعوة بده. انت ليك انك تحترم المكان. المدفونين هناك ليهم اهاليهم اللي بيحبوهم واللي بيزوروهم من وقت للتاني، ليه لما يروحوا يزوروهم يلاقوا المكان بالشكل ده؟ المهم علشان ما اطولش عليكم طلعت وطلبت بتنظيف المكان وقلت ان الشبابيك دي تتقفل ويتنبه على الاهالي مفيش اي حد يرمي اي حاجة تاني والا هيتغرم. ففي حد منه لله دلوقتي خاف من شكوة الاهالي، اصحاب المقابر دي خاف يتغرم فشغل دماغه، وبدل ما هو يسعى في تنظيف المقابر دي وياخد راجع من نفسه، لا يعمل ايه؟ ولع في القمامة اللي موجودة في المقابر. يعني مش بس رمى على الناس اللي مدفونة هناك، رمى على مقابرهم قمامة من شباك، لا ده كمان زاد الطينة بلع وولع في القمامة دي. وسؤالي للي عمل كده وللسكان اللي حوالين المقابر واللي البعض منهم كان سبب في الموضوع ده، ترضوها على نفسكم؟ ترضى قبرك بعد موتك حد يرمي عليك قمامة وبعدها يجي يولع في القبر بتاعك او يجي يولع في المقابر بتاعت اهلك؟ وتعالوا نشوف الفيديو اللي جاي ده مع بعض، ورجاء ثم رجاء يتم حل المشكلة في اسرع وقت ممكن. وانا واثق ان باذن الله في وقت بسيط هطلع في فيديو والمكان متنظف والمشكلة محلول. ميتة دوت والناس مولعة فوقيه. ناس ميتة وناس مولعة فيهم محمد، ناس مولعة في التربة هي. ناس من فوقهم ناس ميتة تحت هيت وناس مولعة فيهم. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي يقدر يعمل حاجة وما يعملهاش. حسب الله ونعم الوكيل في كل اللي يقدر يعمل حاجة وما يعملهاش. المساكن اللي ورا عاملاها مقالب زبالة، المساكن اللي ورا مساكن في دار التربة عاملاها مقالب زبالة. عاملاها مقالب زبالة هي، ما يرضيش ربنا ابدا ده. دي ما يرضي ربنا ابدا ده. هو ادي التربة يا عمي، ادي الناس ميتة دوت والناس مولعة فوقيه. بس كده، ويا ريت كل اللي بيشوفني دلوقتي يعمل مشاركة للفيديو ده علشان صوتنا يوصل. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.